عليكم، ازيك يا تمام. دكتور؟ اخبار حضرتك ايه؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يا أهلا بيك. اهلا بحضرتك. أستاذتنا الجميلة اللي منورانا النهاردة ومعانا في فريق العمل بتاعنا وحد يعني ما شاء الله عليه مميز جدا. الله يخليك. آه، احنا كنا النهاردة هنتكلم يا أستاذتنا على اللدغات. عاملين لنا كده ازاي بقى، يعني اللدغة دي بنعرفها ازاي، وازاي ولي الامر يعمل اختبار لابنه في البيت جديد كده لحد ما الاسئله تطرح علينا. واكتر حاجات اللي هتكلم عليها لدغه الراء والسين، لان دي من اللدغات المشهوره يعني، والناس عامله ان هي لا تعالج، فخلينا نسمع منك يعني. اهلا بيك يا دكتور وكل الناس الموجودين. هو دلوقتي الرد على سؤال حضرتك، هي ازاي الام تعرف ان ابنها هل عنده مشكله ان هو عنده لدغه ولا عنده مشكله في الكلام بشكل عام. عموما احنا باختصار شديد جدا ان الطفل اول ما بيبدا حياته وبيكمل سنه من عمره بيبدا ينطق كلمه واحده. ولو هنيجي عشان نركز في الكلام، ان الطفل لما يكون عنده سنه هيتكلم كلمه واحده. يعني حلو. المفروض الطفل وهو عنده سنة يقول بابا ماما، لبن، قطة، أسد، أي كلمة بتبقى كلمة واحدة. أول ما الطفل يكمل سنتين بيبدأ يكون معايا جملة من كلمتين. يعني مم. نحسبها كده، سنة كلمة، سنتين كلمتين. يقول بابا فين، عايز أشرب، يكون جملة من كلمتين. هيبدأ الطفل يعدي معايا 3 سنين، هيكون جملة من 3 كلمات. عايز أروح مثلا الملاهي، هو قال كلمة من 3 كلمات. هيبدأ 4 سنين يبقى 4 كلمات. بعد كده خلاص هيبدأ يعدي 5 سنين هيتكلم الكلام العادي، هيبقى فيه حوار ونقاش مع الأم. طيب لو جت في يوم من الأيام أم تقول أنا ابني عمره 4 سنين وللأسف كلامه قليل، يقول لي كلمة أو كلمتين، إيه ساعتها تعرف إن طفلها متأخر. طيب وإيه اللي يثبت إن أنا عندي طفل متأخر؟ هو موجود عندنا اختبارين معروفين، اختبار دكتور ابو حسيبه واختبار دكتوره نهله رفاعي. وطبعا الاكتر اختبار مقنن ودايما كلنا بنستخدمه بنسبه كبيره جدا ابو حسيبه، لان هو بيبدا من ايام. لكن اختبار دكتوره نهله رفاعي بيبدا معانا من عمر 2 ل7 سنين. فعشان كده دايما بنستخدم اختبار دكتور ابو حسيبه. طيب الطفل دلوقتي اتكلم معايا، والام كل كلامها ان انا ابني بيتكلم كويس بس انا عندي لدغه. ابني عنده مشكله، بيقول بدل السين ث، بيقول بدل الراء يا. تبقى في اشكال كتير جدا للدغات. وعشان نوضح للدغات، هو بيبقى الطفل بشكل عام عنده مشكله في نطق الحرف. فاما بيبدل الحرف، يا اما بيحذف الحرف، يا اما بيشوه الحرف او بينطقه بحاجه تانية. ففي اشكال كتير جدا للموضوع ده، او للام دايما اللي بتشتكي منها. لو هنيجي نتكلم عن ايه سبب اللدغه بشكل عام، او نمسك من البدايه، اصل اي مشكله عندي لازم يكون ليها سبب. اولا اللدغات دي ما بتبقاش وراثيه نهائي، هي ممتاز. بنقولها بتبقى من مشكلتين. انا عندي عضوي وغير عضوي. ايه هو العضوي؟ ان الطفل ده اصلا عنده مشكله عضويه، يا اما في الفك، يا اما في الشفاه، يا اما في السنان، يا اما في اللسان. بس هو الطفل مولود بمشكله عضويه، ساعتها بنتجه لطبيب بيحل المشكله ثم يدخل تخاطب. لكن المشكله الثانيه وبتبقى غير عضويه، زي ايه طيب غير طيب، عضويه؟ دكتورة سيبا، خلينا هنا نقول بقى بنروح لدكتور ايه؟ يعني الناس كتير جدا يقول لك لا نروح للجراحه. جراحه يا انف واذن وحنجره، هي بيبقى وفي ناس كانوا الاثنين. بيقولوا تجميل، يبقى يبدا بالجراحه في الاول. لا هي مش تجميل، انا ليه اروح مثلا لدكتور تجميل؟ دي اخر حاجه. يعني انا لو عملت عمليه وسايبه لي اثر فانا هروح لدكتور تجميل. لكن حلو. انا بروح لدكتور جراحه، هو جراحه اللي او بيبقى. انف. او ممتاز. انف واذن، او لو عندي مشكله في اسناني دكتور اسنان. يعني لو مثلا شاب عنده فروق ما بين اسنانه هتبع دكتور اسنان. فعشان المشكله بتبقى عضويه يبقى انا لازم عمر ما هتتحل الا لما احل المشكله العضويه دي. لكن ايه ممتاز. مشكله غير عضويه بقى؟ ودي الاغلب والشائعه اللي موجوده. هتلاقي اول حاجه ممكن مثلا بتبقى زي ما بنقول ان المشكله مثلا عائليه. ازاي؟ تلاقي مثلا الاب والام، او الام لدغه في حرف الراء، فالطفل لقطها من والدته، خلاص بقى كل الاطفال را كلها لدغه معاهم. وفي اطفال ما بتلقطش من الاب والام. دي بتبقى اول اه. مشكله. المشكله الثانيه بقى الدلع ازاي؟ يعني تيجي لما ام تدلع في ابنها، فبتدلع بطريقه او بنطق الكلام بقى بطريقه دلع، فالطفل بيلقط الكلام بطريقه الدلع، فيبدا يكرره، فبتبقاش الكلمه واضحه، او تقول لك انا ابني مش بينطق كويس. دكتورة صيبة، لما يبقى في بعض المحافظات يقول لك يا محا، يا محا، فهمت؟ ماشي، هي دي اه. بتبقى اسلوب او لهجه ناس. لكن لا، يعني مثلا لو انا هاجي ادلع ابني مثلا اقول له ايه، يتي يتي جميل عليه، هي بنوتي وهو ولد،
طب ما انا ممكن كده يعني الحوار كله هيتغير معايا، فالطفل بيلقط الكلام اللي بيقوله الاب والام. او ممكن تبقى مشكله ثالثه ان مخرج الحرف متشابه، فالطفل بيتلخبط، فبيتلخبط في نطقه، فدي بتبقى مشكله معانا. فدي بتبقى في اسباب كتيره للدغات. قبل ما اعدي في انواع اللدغات بشكل عام ونشرحها بالتفاصيل معانا، مفيش لدغه بتتعدل قبل سن 6 سنين. عشان انا شفت فيديوهات كتير جدا ودكاتره كتير جدا بتبقى يقول لك لو الطفل سنتين ونص هدخل على طول لدغه. لا، هي من سن 5 سنين ل6 سنين. ايه السبب؟ السبب ان اعضاء النطق كلها بتكتمل بعد 6 سنين من عمر الطفل، بيكون بدل الاسنان اللبنيه بتاعته، بتكون الدنيا كلها خلاص، اللسان، عضله اللسان، عضله الفك، كله اكتمل في 6 سنين. فقبل كده لا، هبدا اشتغل مع الطفل من سن 5 سنين ل6 سنين. قبل كده انا مش هستفيد حاجه. واوضح يعني اوضح لحضرتك دلوقتي، انا عندي طفل مثلا بيقول ث مثلا، فانا هعدل معاه لدغه حرف السين، بعد كده هيغير سنانه، السنان بتتبدل، طلعت سنانه فيها فروق، او سي مثلا فروق دي بوظت معايا في لدغه حرف الشين. طب كاني ما عملتش حاجه، يعني كأن كل المجهود اللي حصل قبل كده كأني انا ما عملتش حاجه، لان انا بعيده من الاول. فما فيش لدغه بتتعدل من سن 5 ل6 سنين. لو هنيجي نتكلم في انواع اللدغات، فاحنا عندنا 3 لدغات، ولو حد عايز يكتبهم معانا هحاول ابسطهم بطريقه سهله جدا. احنا عندنا اللدغات 3: لدغه سينيه، ولدغه رائيه، ولدغات مختلفه. هم 3. اللدغه السينيه تحتيها 3، يعني 3 اشكال. اللدغه الرائيه 4 اشكال. اللدغه المختلفه 5 اشكال. يعني لو هنيجي نكتبها، عندنا 3 لدغات: الاولى 3، الثانيه 4، الثالثه 5. هنتكلم اول حاجه. طيب دكتوره سبا، خلينا نعمل ريفريش كده برضو. عبد الله ماهر بيقول: دكتور ابني عنده رخوه بالفك واللسان، والله ما خليتش ما سويته، والسيلان من وهو عمره 9 سنوات ونص. يعني برضو نحاول، يعني لو هناخد سؤال كده نجاوب عليه برضو، علشان لازم ساعتها طالما في رخوه في الفك وفي اللسان وفي سيلان في اللعاب، لازم يتجه لدكتور مخ واعصاب في الاول، يكشف عنده دكتور مخ واعصاب، وبعد كده تتابع مع اخصائي تخاطب او دكتور تخاطب بشكل عام، يشتغل تمرينات مكثفه لاعضاء النطق والكلام، للسان وللفك وكل حاجه، علشان سيلان اللعاب اللي موجود عند ابن حضرتك. بس المشكله عضويه، لازم تتاكد من دكتور مخ واعصاب. طيب طيب بعد كده هنعدي في انواع اللدغات. احنا عندنا زي ما قلنا اول حاجه اللدغه السينيه. اللدغه السينيه اللي هي لدغه السين، في 3 اشكال منها، اللي هي الاماميه والخلفيه واللدغه الجانبيه. لو احنا هنيجي اسهل واحده بتتعدل وما بتاخدش معانا، ممكن اقول جلستين بالظبط، هي اللدغه السينيه الاماميه. هو الطفل بيجي يقول سمكه، تيجي الام تقول لك انا ابني بيقول على السين او بيطلع لسانه بشكل عام. ساعتها احنا بنتعامل مع الطفل، بمجرد احنا نعلمه هو بيعمل ايه بيلقطها على طول من اول جلسه او من تاني جلسه، بيبدا بقى مع التكرار. انا هقولهم وهشرحهم بالتفاصيل، بس انا علشان الناس ما تتوهش مني، ان الجلسه السينيه، اول حاجه اللدغه السينيه ليها 3 اشكال: اماميه وجانبيه وخلفيه. الاماميه ودي اسهل واحده في التعديل، ان الطفل بيقول سمكه مش سمك. تاني حاجه الجانبيه، وساعتها النفس سبحان الله لما بيجي يطلع من الشخص بيطلع النفس من تحت لفوق. فتيجي مثلا تقطع معاه قول حرف السين، فبقول فالنفس بيبقى امامي. اللدغه الجانبيه النفس بيبقى عنده من الجناب، يا من اليمين يا من الشمال، فتلاقيه بيعمل ايه، هو بينطقها بس الصوت ما بيكونش واضح، تحس ان في حاجه في السين مش مظبوطه. بينطقها ازاي؟ من على الجنب. واللدغه يقول لك سمير سمير صبا، تحس ان اللدغه النفس بيطلع من على الجنب، عشان كده اسمها جانبيه. اخر حاجه بقى اللي هو الشكل الاخير اللي هي الخلفيه، وتحس ان هو بينطق حرف السين من هنا اللي هو بحرف الخاء. تقول ايه ده الولد ده عنده خنف. هي ما بتبقاش قصه خنف، هي قصه ان النفس كله بيجي من هنا، فبتطلع غير واضحه او بتطلع بحرف الخاء اكتر. هي دي 3 اشكال لدغات السين.
اول لدغه وقلنا ان هي سهله، اللدغه السينيه الاماميه. احنا الطفل اول ما بينطق حرف السين لازم نعلم الطفل ان السين لما انا بنطقه اللسان بيبقى تحت هنا. يعني انا اسناني هنا، فالطفل يحبس هنا او يقفل سنانه. سمكه. فبتبقى سهله على الطفل ان انا اقول له اقفل سنانك عشان لسانك ما يطلعش بره. تبقى بالشكل ده. طيب اللدغه السينيه الجانبيه. اللدغه السينيه الجانبيه دي انا عرفت ان النفس بيطلع من يمين وشمال، يبقى انا هعمل حاجتين. الخافض، انا حاليا مش معايا خافض، بس الخافض الخشب اللي هو بيستخدمه الدكتور. الخافض دوت بيعمل ايه؟ انا بجيب الخافض وبقسمه نصين، بحط واحده يمين وواحده شمال. يعني انا مثلا لو هحاول، يعني مش عارفه، لو هستخدم مثلا قلم عشان نوضح الموضوع. ممتاز. مثلا سي انا كأن الاثنين دول اللي هو الخافض وانا قسمته بالنص، فبحط واحده يمين واحده شمال، فاقول ايه؟ اعود الطفل بس في الاول ان النفس بيطلع من قدام. طبعا الخشبه بتكون قافله على الفك، لكن القلم تخين فمش عارفه اقفل يعني الفم بشكل واضح، فبحط الخشبتين وابدا ادرب الطفل على نطق حرف السين، ان النفس بيبقى من قدام. حضرتك لو هتيجي تمسك بقك معايا اعمل كده كانك حاطط خافض، هتلاقي النفس من قدام. طيب انا ممكن استخدم معاه حاجه تانية، وممكن الخاصيه دي بتاخد وقت معايا، ممكن ادربه ان يطلع لسانه. ازاي؟ يعني ممكن اقول له قول عشان اخلي النفس يطلع بره، وبعد كده اعوده على دخول اللسان. دي بتبقى دي مرحله يعني بتاخد معايا وقت شويه. فدي بتبقى علاج اللدغه، علاج السين الجانبيه. بالنسبه بقى اخر حاجه وهي السين الخلفيه، ودي بتاخد وقت معايا شويه. من ناحيه ايه؟ هي من 8 ل 10 جلسات. عموما اللدغات عموما بتبقى بتجيب نتيجه معايا في الوقت ده من 8 ل 10. هو ساعتها انا بشتغل معاه تدريبات نفس، لان هو النفس بيطلع من الانف، فببدا اشتغل معاه تدريبات نفس. اشتغل معاه في اشكال كتير جدا تدريبات النفس. ممكن اقول له خد نفس معايا وطلع النفس من هنا، يطلعها من الانف، فتحه الانف اليمين فتحه الانف الشمال. ابدا بعد كده اقفل الانف بتاعته واخليه يطلع، وفي نفس الوقت اعرفه ان صوت حرف الخاء بيطلع من هنا خ، غير حرف السين. هي بتبقى تدريبات نفس. فهي دي اللدغه السينيه بالثلاث اشكال طب احنا بتاعتها. لو حولنا لدغه السين اللي هي البلعوميه او الخلفيه لاماميه عشان يبقى الموضوع بالنسبه له اسهل، وبعدين نعدل لدغه السين ممكن الاماميه. في اشكال كتير جدا، كل واحد بيحاول يدور على طريقه بتبقى اسهل للشخص. انا ممكن اجرب معاه مثلا ممكن اجرب مع طفل اللدغه السينيه الاماميه، اقول له مثلا اعمل كده، مش قادر يقفل بقه او مش راضي يظبطها. طب اقول له طب حاول لسانك يتزنق هنا تحت، اللي هو ايه؟ صبا وهو فاتح سنانه عادي. ففي اشكال كتير جدا انا بتبعها مع الطفل بشكل عام. طيب فهي دي. خلينا بس نعمل تلخيص كده لضيوفنا الافاضل. الدكتوره سيبنا اتكلمت على بدايه اللدغات، واتكلمت على لدغه السين 3 اشكال، في الاماميه وفي الجانبيه وفي الخلفيه او البلعوميه. ومفروض برضو من ضمن الحاجات اللي قالتها الدكتوره صبا ان اللدغات مع الاطفال بتجيب نتائج بعد مرور، يعني في بعض الجلسات بتاخد، في بعض اللدغات بتاخد جلستين 3، وفي بعض اللي يوصل 8 أو 10 جلسات. السؤال يا دكتوره صبا، هل الطرق دي بتشتغلي معاها برضو مع الكبار؟ لان في بعض الناس يقول لك ايه، اصل اللدغه طالما انا كبرت ما تتعالجش معايا. لا طبعا، لا بتشتغل معاهم حتى لو هو كبير، بس اهم حاجه ما تكونش فيه مشكله عضويه. حلو قوي. اهم حاجه ما فيش مشكله عضويه، ما فيش مشكله في الفك، ما فيش مشكله في اللسان، ما فيش مشكله في الاسنان. تبدا تشتغل معاه وتتعدل اللدغه، بس بيكون عايز ايه؟ يعني هي بتتوقف على اصرار الشخص في علاج اللدغه اذا كان هو شخص كبير. ان طيب هو خلينا يكون بس هنا معلش، عشان في حد زميله تقريبا استاذه حنان بتقول نبغي سناب شات التيك توك ما بيفتح. طيب حضرتك اعتقد من السعوديه ولا منين؟ اكدوا لنا يا جماعه ان البث يكون شغال. الناس اللي من بره مصر اكدوا لنا ان البث شغال وشغال كويس. يعني لو في مشكله في البث عندي او عند الدكتوره صبا اكدوا لنا، عشان بس نكمل معاكم ونبقى ماشيين كويس. سلطان شغال. سلطان منين يا سلطان؟ سلطان مصر ولا بره مصر؟ عايزين الناس اللي بره مصر. الناس اللي بره مصر يأكدوا لنا ان البث شغال وكويس. الرياض، طيب تمام جدا.
طيب ماشي يا دكتوره، خلينا نكمل. يبقى احنا دلوقتي اللدغات بتتعالج سواء للولاد الصغيرين او حتى للكبار.